مرحبا مشاهدينا، هذه أهم عناوين أخبار اليوم. المندوب السامي للتخطيط يحذر المواطنين الرافضين الإجابة على أسئلة الإحصاء. السلطات الجزائرية تفاجئ مغاربة بتهم خطيرة اليوم قبل الانتخابات الجزائرية. والآن إلى التفاصيل، لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدينا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما. كما لا تنسوا مشاهدينا مشاركتنا بأسماء بلدانكم ومدنكم في تعليق لنتعرف على أكثر البلدان متابعة لقناتنا. تتسارع الأحداث وتتزايد ردود الأفعال بعد تصريحات المثيرة التي أدلى بها أحمد الحليمي العالمي المندوب السامي للتخطيط، حيث هدد المواطنين الذين يرفضون الإجابة على أسئلة الإحصاء بأنهم سيفضحون ويستبعدون من المجموعة الوطنية. هذه التصريحات أثارت تساؤلات عديدة حول قانونية عدم الاستجابة لاستفسارات الإحصاء، وأثارت نقاشات حادة حول مدى صواب هذا التصريح وما إذا كان يتماشى مع القوانين المعمول بها. وفي تفاصيل التصريحات أشار الحليمي إلى فئة من الأثرياء الذين يمتنعون عن التعاون مع باحثي الإحصاء ويستعينون بكلاب الحراسة لمنعهم من الدخول، وقد طالب هؤلاء الأشخاص بإزالة حواجزهم والإجابة على الأسئلة. وقد أثارت هذه التصريحات تساؤلات حول مدى قانونية ومشروعية المواقف التي يتخذها الحليمي في هذا السياق. وتنص القوانين التي تنظم عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى تنص على عقوبات محددة في حالة عدم الامتثال لإجراءات الإحصاء أو تقديم معلومات غير صحيحة عمدا. ووفقا للمادة 609 من القانون الجنائي يعاقب الأشخاص بغرامات تتراوح بين 10 و120 درهم، ويعتبر هذا الفعل مخالفة من الدرجة الثالثة. وفي هذا السياق يوضح سعيد معاش محامٍ بهيئة الدار البيضاء أن العقوبات التي نص عليها القانون رقم 00171 هي العقوبات الوحيدة التي تطال الأشخاص غير الراغبين في الإجابة على أسئلة الإحصاء. ويرى أن تصريحات الحليمي المتعلقة بفتح المواطنين وإخراجهم من المجموعة الوطنية تتناقض مع القوانين الحالية، ويعتبرها محاولة لتوزيع المواطنة بين من يشارك ومن لا يشارك. كما شدد على أن القوانين واضحة ولا تتضمن أي شكل من أشكال نشر أسماء المواطنين غير الراغبين في التعاون. ومن جانبه يؤكد عبد الجليل حسيني الذي كان مشاركا في عملية إحصاء سنة 2014 ويختص في الحسابات الرياضية الإحصائية، يؤكد أن عدم مشاركة بعض المواطنين في الإجابة عن أسئلة الإحصاء لا يضر بالعملية برمتها. ويضيف أنه بالرغم من أن القانون المؤطر للإحصاء ينص على عقوبة واحدة فقط وهي الغرامة المالية، فإن تجربة الإحصاء في 2014 لم تشهد تأثيرا كبيرا نتيجة امتناع بعض المواطنين خصوصا في المناطق النائية. ويشير إلى أن هذا لم يؤثر على نتائج الإحصاء بشكل كبير، حيث أن الأجوبة المقدمة من الفئة التي شاركت كانت كافية لتوفير البيانات المطلوبة عن المغرب. ويتابع المتحدث ذاته موضحا أنه من الصعب ضمان شمولية الإحصاء لكل المواطنين، حيث يعد ذلك جزءا من الفرضيات التي يتم وضعها قبل بدء العملية. ويضيف بأن معظم المواطنين في عملية إحصاء 2014 تجاوبوا مع الأسئلة، بينما رفضت فئة معينة التعاون، لكن النتائج النهائية كانت كافية وموثوقة. وفي ختام النقاش يبدو أن التصريحات الأخيرة لأحمد الحليمي العالمي حول عملية الإحصاء تثير الكثير من الجدل وتساؤلات حول مدى قانونيتها وتطبيقها. وبينما يتعين على المواطنين التعاون مع عملية الإحصاء وفقا للقوانين السارية، فإن النقاش حول أساليب التهديد والتشديد التي استخدمها الحليمي لا يزال مفتوحا ويحتاج إلى مزيد من التوضيح والتفسير من قبل الجهات المعنية. في تطور مثير ولافت للأنظار،
أعلنت النيابة العامة في مدينة تلمسان الواقعة غرب الجزائر عن توقيف مجموعة من الأشخاص المتهمين بالانتماء إلى شبكة تجسس. وقد وقع هذا الإعلان يوم الأحد قبيل أسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي ستجرى في 7 من شتنبر المقبل، إذ يثير هذا الإعلان تساؤلات حول تأثير هذه الأحداث على سير العملية الانتخابية والأوضاع الأمنية في البلاد. وفي تفاصيل الخبر، أفادت النيابة العامة بأن قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان أصدر يوم الأحد قراراً بإيداع 7 أفراد من بينهم 4 مواطنين مغاربة في الحبس المؤقت. وجاء هذا الإجراء بعد عملية تفكيك ناجحة لشبكة متورطة في أعمال التجسس والتخابر التي تهدد أمن الدولة الجزائرية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات القضائية قد بدأت ضد الموقوفين بتهم متعددة تشمل جناية التخابر مع دول أجنبية أو عملائها، بالإضافة إلى جنحة دخول البلاد بطرق غير شرعية بالنسبة ل3 من المواطنين المغاربة. وقد أشارت النيابة إلى أن هذه الشبكة كانت تستهدف المؤسسات الأمنية والإدارية الجزائرية، وذلك عبر تجنيد مواطنين مغاربة وجزائريين للقيام بأنشطة تضر بالأمن الوطني. وبحسب ما أفادته النيابة العامة، فقد تم القبض على أحد المشتبه بهم وهو مغربي في 24 من أغسطس الماضي، وذلك بعد دخوله التراب الوطني الجزائري بطريقة غير قانونية. وقد تمت هذه العملية بعد أن قامت السلطات باستغلال هاتفه النقال بموجب إذن قضائي، وذلك بعد إجراء تحقيقات استجوابية مع المعني بالأمر. وقد أظهرت التحقيقات حسب التقارير الجزائرية أن هذا الفرد كان يعمل ضمن شبكة تجسس متكاملة تتعاون مع جهة أجنبية، وتضم إلى جانب المواطنين المغاربة أيضا بعض الرعايا الجزائريين. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تقترب الانتخابات الرئاسية في الجزائر، مما يضيف بعدا آخر للأحداث الجارية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد. وفي ظل هذه الأوضاع تبقى الأسئلة قائمة حول كيفية تأثير هذا الكشف على العملية الانتخابية، وما إذا كانت السلطات ستتخذ إجراءات إضافية لضمان سير الانتخابات بشكل سلمي وآمن. وصولكم مشاهدين الكرام إلى هذه النقطة من الفيديو يشير إلى اهتمامكم ومتابعتكم للأخبار التي نقدمها على هذه القناة، لذلك لا تترددوا في وضع تعليق أسفل هذا الفيديو تشيرون فيها إلى أهم الأخبار التي تريدون متابعتها، ونحن سنتفاعل مع كل تعليقاتكم. كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما.